حل الأردنيون بدقة زائدة عن اللزوم أثناء تحليلهم وتوقعهم لنتيجة مباراة منتخبهم الوطني ضد منتخبنا الجزائري، حيث توقع طلحة أحمد فوز النشام بهذه المباراة شأنه شأن عديد المحللين الذين ظهروا عبر المنابر الإعلامية شاهدوا ردة فعلهم الآن بعد نهاية المباراة. لأنه الحصول على 3 نقاط بدور المجموعات قد يرفع حظوظك للحصول على أفضل ثالث أو تكون أفضل الثوالث. إذا التركيز كله بهذه المباراة، يعني أنا فقط مباراة الجزائر. جمال السلامي بنى فريق عنده شخصية حقيقية وروح قتالية ظهرت في كأس آسيا، مع تشكيلة ترعب أي خصم. المركز الثالث أصلا مش سهل، ولكن المنتخب الأردني يقدر يناطح ال3 منتخبات. ومش هقول لك إنه يصعد مركز أول، بس والله المركز الثاني أو كأفضل توالت ممكن جدا. مباراتنا الثانية مع الجزائر هي فاصلة هاي بالتأهل، فبتاخذ 3 نقاط من الجزائر احنا نتأهل، واحنا ماخذين 3 نقاط من الجزائر. هيك تعتقد؟ أنا بأكد لك إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب فبالتالي احنا بنتأهل والأرجنتين. طيب ماشي. أحسن ثالث ومحرين يعني. طيب هارد لك منتخبنا، مبروك لمنتخب الجزائر. مرة أخرى يا جماعة بنعيش السيناريوهات السيئة، السيناريوهات الصعبة. طبعا الفوارق موجودة، فوارق كبيرة جدا بيننا وبين المنتخبات اللي واجهناها. فوارق بالخبرة، فوارق بالأسماء والنجوم والاحتراف، فوارق بكيفية إدارة الوقت، كيفية إدارة الجهد، اللياقة البدنية. هاي كلها فوارق موجودة، ولكن حاولنا نجاري بعيدا عن المزاح يعني اللي احنا بنمزحه قبل المباريات. حاولنا نجاري المنتخب النمساوي وعادلناه، وحاولنا نجاري الجزائر وتقدمنا عليهم بالشوط الأول. قدمنا شوط أول جيد جدا، بس مشكلتنا مشكلة المشاكل. هذا الشيء اللي بيحصل معنا بعد الدقيقة 60. فقدان التركيز بشكل غريب. وفقدان التركيز هذا أنا مش قادر أتكلم، يعني مش قادر مش عارف وين أحطه تحت أي خانة. خانة اللياقة البدنية، خانة الخبرة، مش ملاقي. هو فقدان تركيز غريب. وموضوع الكرات الثابتة عندنا مشاكل للأسف الشديد، إنه المشاكل اللي عندنا، المشاكل الدفاعية اللي عندنا مش عمالها بتنحل. عندنا مشاكل في بعض المراكز مش عمالها بتنحل. عموما المنتخب الجزائري قدم شوط ثاني كبير جدا بصراحة. الشوط الأول يعني حتى لو استحوذ المنتخب الجزائري، أعتقد الجزائريين نفسهم ما اقتنعوا بمنتخبهم بالشوط الأول. بس الشوط الثاني لا، اختلفت الأمور تماما. التبديلات اللي أجراها المدرب كانت تبديلات ذكية. احنا تأخرنا بالتبديلات. الواحد هيك بده يروق، بده يستوعب شوي بعدين بحكي بصراحة. خلينا نروق شوي هيك ونحكي. خرجنا من المونديال ومتبقي مباراة، وأنا متأكد حتى المباراة الثالثة اللي هي مباراة شرفية مع الأرجنتين ممكن نشاهد نفس السيناريو. ممكن نقدم شوط أول جيد، ممكن نشعرك إنه إحنا بدنا نفوز ونشعر إنه إحنا، ولكن مرة واحدة ما بتعرف شو بصير. الله يعطيهم العافية الشباب، ما قصروا. إن شاء الله كمان شوي نسوي حلقة هيك بنحكي فيها المباراة.